ذكريات، شكون فينا واللي ما عندوش ذكريات مع هاد الحليوه، وشكون فينا اللي ما كتعجبوش. بسم الله نشاركها معكم بالطريقه ديالي وباللمسه ديالي. كاوكاو الكميه على حسب الكميه اللي بغيتي نتيا. كاوكاو خديت انا داك الاحمر البلدي الرقيق، حمرته، حيت منه القشره، تعمدت نخلي فيه واحد النسبه، يعطيه الخطر في التحمر. خصو يجي محمر باش يجيك مزيان هكا في المضغه، وتجي داك القرمشه ولا داك التكرميله ديال الكاوكاو في الحليوه. خصو يتحمر على حقه وطريقه على نار مهيله. المهم حيدي منه القشره، دوزيه في الهاشوار. انا ضفت عليه قبيصه ديال القرفه، وضفت عليه العجينه ولا المعجون ديال التمر. المعجون ديال التمر يا لاله مولاتي عندي مصايب في الدار على يديا، ما خديتوش من برا، وشاركت معكم الطريقه بالزنجلان محرق، بالطريقه ديال التفوار، بالزهر، بالقرفه حتى هو. مهم كان عندي في الدار. علاش ضفت معها انايا هذا العجينه ديال التمر؟ حيت وليداتي ما كياكلوليش التمر هكاك بالحبه. داكشي علاش بغيت ندوز ليهم التمر في هاد الحليوه، كيحماقوا عليها لا عين شافت لا قلب وجع. المهم ما عندكمش التمر، يمكن لكم تستعنوا ولا تعوضوا التمر بهيرنيس، حتى هو كيتهرمش، يرجع في نفس السمك ولا في نفس القياس ديال الكاوكاو يتهرمش. ولا حتى الزنجلان، كويس ديال الزنجلان هكا باش تجينا صحيه اكثر وبنينه اكثر. صافي، يا اما تجمعيها بالعسل وتكوريها وديريها في كويغطات، واما تضيفي عليها الشكلاط وتخلطي كلشي وديريها في كويغطات. النوعيه ديال الشكلاط اللي استعملت انايا كالا، كذوبيها في حمام مائي مع معلقه ديال الزيت النباتيه، وديري الحشوه في كويغطات، وديري الشكلاط، وبالصحه والراحه، وما تنساونيش تشجيعاتكم.